عقل باطل. هو اسمه عقل باطل ولا باطل؟ استنى صحيح. عقل باطن باطل. باطل ايه يا عم؟ باطل ايه؟ باطل لا مؤاخذة. لا مؤاخذة لا مؤاخذة باطل. هو يعني في ايه؟ في الحواس الخمسة، تمام؟ الحس والشم والسمع والايه تاني؟ واللمس. الحس واللمس. يا اختي والله يا جماعه انا محتاج حد يعمل لي فيديو، مش انا اللي اعمل لكم فيديو. بس المهم الخمس حواس انتوا عارفينهم يعني. على ان انت لازم تروح المدرسه وتخلص مدرسه وتشتغل من 9 ل 5 عشان تعمل فلوس. ما هيفتح مشروع ازاي؟ مش هيفتح مشروع، ما هيفتح دماغه او دماغ واحد صاحبه. يقول لك لا مش ده يا باشا اللي احنا متبرمجين عليه. تعمل ملايين ايه؟ انت عبيط؟ انت هتروح تشتغل وتقبض 2 3 ولا 4 5000 في الشهر. حلوه فكره المليون دي جميله طبعا، بس مش بتاعتك. هو وات ايفر الكلام ده مش كلامك، يعني انت مش كلامك، الكلام ده انت متبرمج عليه. ايه الحوار ده؟ خلينا نبدا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جميل قوي، جميل قوي ومحتاج تشغيل مخ شويه. انا كل فيديوهاتي هتبقى محتاجه تشغيل مخ، انا ما بقولش كلام هبال. ماشي. المهم عمرك فكرت ليه مثلا هي غالبا بيكون حد اكبر منك يعني. عمرك فكرت ليه مثلا يكون الشخص اللي هو اكبر منك ده يكون مثلا ان هو عاش سنك، تمام، وعمل حاجات وهو في سنك، وبعد كده لما بيكبر بيجي عليك وانت في السن اللي هو كان هو فيه ده يقول لك حاجات تانية كان هو بيتساءل ساعتها لما هو كان في سنك انا ليه اللي اكبر مني بيقول له كده، مع اساس ان هو كان في سنه وهي دايره كده بلفه. انت مش فاهم حاجه طبعا، بس انا هحاول اشرح لك. ركز معايا. فيديو النهارده هيتكلم عن فكره شرحها بوب بروكتور. مين بوب بروكتور ده؟ ده راجل فشيخ، انا بسميه راجل فشيخ، تمام. هو راجل ايه بقى؟ هو راجل يعني مفكر، واخد بالك، ومعاه فلوس كتير قوي، بيزنس مان. عملها ازاي؟ ممكن احكيها لكم في فيديو تاني، لان انا يعني لو دخلت فيها اخش في مرحله تانية، بس انا داخل اشرح لكم النقطه اللي انا شفتها في الفيديو. هي فيديوهاته بالانجلش، فانا هحط لك الفيديو بتاعه في الديسكريبشن تحت، بحيث ان انت لو يعني الانجلش بتاعك حلو او حتى مش حلو. يعني انا الانجليزي بتاعي مش حلو يا جماعه والله، بس الفكره ايه؟ ان انا عايز اتعلم، عايز افهم، تمام. فقوم جاي مثلا فتح الفيديو بتاعه وممكن اوقف الفيديو 3 4 5 مرات في الدقيقه، تمام. فقوم جاي فاتح السبتايتلز، واي كلمه ما بفهمهاش دايما جاي فاتح الفيديو وقدامه يعني جنبه جوجل ترانسليت كده، اي كلمه ما بفهمهاش جاي واخد الكلمه وجاي راح مترجمها مره، في الثانيه في الثالثه هيطلع لك الكلمه تاني وثالث. انت لو ترجمتها 3 4 5 مرات هتثبت، بعد كده الموضوع هيبقى ايه؟ اسرع، تمام. خش في الموضوع بقى عشان ما نكبرش. الراجل ده شرح فكره اللي هو انت ازاي جسمك بيتعامل مع الشعور، تمام. شرحها ازاي؟ واخدين بالكم انتوا من السبوره ولا شغل عالي اهو؟ بص، دايره كده اهو ودايره كده اهو، واخدين بالكم على يعني هو عشان تبقوا فاهمين يعني الدايره دي اكبر من الدايره دي، تمام، بس هي دي معوقه ودي تفاح. هنا ده انا صحيح انا لازم ايه هترجمه بالعربي فلازم اكتبها. ده الجسم، ده جسمنا، تمام. وفي العقل، ده عقل، ده العقل الواعي،
بقالي كتير ما كتبتش عربي. بالك الواعي، اعذروني على الخط الجميل ده. وعندك العقل الباطن. تمام. ده وظيفته ايه وده وظيفته ايه؟ انا حاسس ان انا في حصه ركز معايا، بس عشان ايه محتاج اركز مع نفسي، فبقول لك ركز معايا. خد بالك كاتب الحاجات على ورقه اللي المفروض اعملها، لان هو الفيديو يعني انا حرفيا كل مره بقول هشوفه علشان افهم الفكره، يعني عشان بس ايه اقول يلا اجهز الفيديو، بفهم حاجه جديده فببقى عايز اشوفه تاني. وحاجه صغيره كده صراحه، هو عن ليه ده حصل. هو حرفيا الراجل ده اكتر واحد درس المخ بيشتغل ازاي. ليه ده حصل؟ ليه اللي هو لما بتشوف الفيديو مره واثنين وثلاثه، او هو ده مثلا في كتاب بيقول لك، يعني بيتكلم على كتب قراها اكتر من الوفات المرات. الراجل ده بيقرا في كتاب اسمه Think and Grow Rich، قراه كتير قوي، قراه لمده 60 سنه تقريبا، حرفيا كتير. المهم شرحها لك ازاي. بيقول لك كل مره بتقرا الكتاب انت مش بتشوف حاجه جديده في الكتاب، يعني الكتاب هو مش هتغير، انت بيكون اكتسبت انت حاجه جديده وانت يعني من القرايه اللي فاتت، لان الكتاب ما اتغيرش. يعني مثلا لما شفت الفيديو مره فهمت حاجه، تمام، هشوفه تاني مش الفيديو هو انا هكون ساعتها عشان فهمت حاجه، هكون انا دماغي اتفتحت لحاجه تانية تخليني تسمح لي ان انا افهم حاجه تانية من الفيديو اللي هو. المهم نرجع للنقطه الحلوه الجميله دي. المهم يا سيدي، العقل الواعي ده هو ده المسؤول على قراراتك. ده بياخد منه ايه؟ القرارات. ده بينتج قرارات، تمام. القرارات دي بتتحول لفايبريشن. يعني ايه فايبريشن؟ يعني الاهتزاز، تطلع منك طاقه الجسم. يعني مثلا لما انت تقول ايه انا زعلان، فبتلاقي جسمك بدأ يرياكت على انه زعلان، تمام. احنا جسمنا ده كله طاقه، يعني انت جسمك ده ما هو الا طاقه، تمام. انت مش واحد بيقول لك انت عندك طاقه، انت مش بتكتسب طاقه، انت بتطلع طاقه، انت بتشع طاقه. انت ركز معايا، تمام. بس مش دي الفكره اللي انا عايز اشرحها لكم الصراحه. يعني انا في فكره تانية عايز اشرحها لكم، اللي هي بدات بيها الفيديو اساسا، اللي هو ليه يا دي النيل، ليه الموضوع بيمشي بالشكل ده، اللي هو كل ما الواحد يكبر بيوصل للنقطة اللي هو ما كانش عايز يوصل لها أصلا. طفل مولود جديد هنسميه ايه؟ هنسميه حمادة اتولد امبارح، تمام. فحمادة ده ايه؟ لسه ما عندوش عقل واعي يابا، ده لسه مولود، بس عنده ايه؟ عقل باطل. تمام. وجسم، ادي الجسم، خد بالك، طاقه يابا ايفري، خد بالك، وعقل باطل، تمام. العقل الباطل ده هنقول هنا في الجنب كده، اعمل لكم دايره ولا نجمه ولا مربع؟ المهم هنقول هنا مثلا في ايه؟ دي احلى. هنا في كود، هنا في برمجه، واخد بالك، في هنا في النقطه دي ايه؟ دي البرمجه. حلو، تمام. الطفل ده لسه مولود، حاجه جديده كده، اي حاجه من البيئه اللي حواليه بتخش جوه، يعني كل حاجه بتتخزن في العقل الباطل ده.
تمام. يعني مثلا لو هو يعني بيتكلموا لغه، فاللغه دي بتخش جوه. مثلا فلنفرض اللغه دي عربي، تمام، فاحنا بندخل لغه عربيه جوه العقل الباطن بتاع الطفل، عشان كده هو بيعرف يتكلم لغه عربيه. حلو. لو عندك بيت فيه لغتين، مثلا عربي وهولندي او عربي وانجليش، ففي مع العربي ده كمان انجليزي، فكده بقى في عربي وانجليزي شغالين يخش عقل الباطن، وانت جاي له وانت شحت كده مش عارف تقول، مش عارف تتعلم انجليزي. الطفل صغير اتعلمها، ده معناها هو الطفل ذكي؟ لا، بس هو اتبرمج على كده. انت ممكن تلاقي طفل بيتكلم 4 لغات وهو عنده 5 سنين، هو اتبرمج على كده. المهم مش قصتنا دي، تمام. احنا وصلنا لحد النقطه دي. ايه بيتم الموضوع ازاي؟ البرمجه ما بتجيش من اليوم، ما بتجيش من، يعني بيفضل مثلا من سن 0 لحد 2 3 4 المعلومات دي شغاله تخش له يوميا، سنه ثانيه ثالثه يوميا. فدي نقطه ايه؟ تكرار دي نقطه ايه مهمه قوي، تركز معايا هنرجع لها بعد. تمام. احنا كده شغالين كل الحوار ده كده بنكرر بايه؟ بنديله مثلا عربي، بنديله انجليزي، بنديله لعب، بنديله مش عارف ايه، تمام، لحد ما بيوصل لنقطة ان هو يبدأ يفكر لنفسه. نغير الرسم، تمام. بقى كده عندنا ايه؟ عقل باطل. هو اسمه عقل باطل ولا باطل؟ استنى صحيح، عقل باطل ايه يا عم؟ باطل ايه؟ باطل لا مؤاخذة لا مؤاخذة باطل. يا لهوي يا جماعة، حاولوا تاخدوا الإفادة، يعني انتوا ما تركزوش على كل حاجة، حاول تاخد المرار. مش عاجبك المرار روح شوف الفيديوز نفسه، ما توجعش في دماغك، انا بحاول. المهم عقل باطل اهي، باطن حتى دي مش متأكد منها. المهم اسمه subconscious mind والتاني المهم عقل باطن. وهنا عقل واعي، تمام. وبقى فيه هنا نموذج اللي هو اتولد عليه، كل حاجة خدها هو طفل، سواء من اللغة، من أكل بيحبه. يعني انت دايما لما كنت أكل تحبه أو تكون بتحبه من وانت صغير لحد وانت كبير تفضل بتحبه، فاهمني؟ ليه؟ نفسي اطلع كده ايه ده بس ما بتطلعش. المهم عشان النموذج ده أسس عندك. خلاص كده، خلاص خلصنا الفيديو. ينفع كده؟ لا لسه. عقلك الواعي لما هو بيجيله مثلا فكرة يبدأ حاجة، مشروع مثلا او اي حاجة تجيله فكرة، تمام. ان العقل الواعي ده هو يعني في ايه؟ في الحواس الخمسة، تمام. الحس والشم والسمع والايه تاني؟ واللمس. الحس واللمس يا اختي والله يا جماعه انا محتاج حد يعمل لي فيديو، مش انا اللي عامل لكم فيديو. بس المهم ال5 حواس انتوا عارفينهم يعني. فاي فكره جديده بتخش عليه، تمام، ما بينجحش فيها. ليه ما بينجحش فيها؟ ها؟ ليه يا ولودي؟ ليه ما بينجحش فيها؟ انا اقول لك ليه. لان عنده النموذج ده ثابت ومش هيتغير. ده السبب اللي هو ليه الشخص بيعيش طول حياته في دماغه حاجة وما بتحصلش. ده السبب ان في واحد صاحبك جه وقال لك انا عايز اعمل افتح مشروع وما عملوش. ليه؟ لان انت بتاخد الفكرة دي، تمام، بتحاول تترجمها، بتحاول توديها لهنا، بتلاقي النموذج ده رفضها لك، مش طالعه منه. ليه؟ ان هو متربي على كده. لو هو شخص متربي على ان انت لازم تروح المدرسه
وتخلص مدرسه وتشتغل من 9 ل 5 عشان تعمل فلوس، ما هيفتح مشروع ازاي؟ مش هيفتح مشروع، ما هيفتح دماغه او دماغ واحد صاحبه. هحكي لكم قصه، مش عارف، مش هشكر اسماء، بس هو حبيبي يعني الشخص اللي انا هحكي له القصه دي، هحكي القصه عليه. هو خلص جامعه وهو داخل على 30 تقريبا، حلو تمام. وبعد كده هو عنده طفل، فانا بتكلم معاه كده اللي هو طب هل ابنك لو جه في دماغه حاجه تانية يركز فيها غير الدراسه يعني هيبقى رايك في الموضوع ايه؟ قال لي ده هيروح المدرسه، هيكمل المدرسه وخلص مدرسه. يا عم انت لسه مخلص جامعه وانت داخل على 30 اهو، وانت اصلا ما عملتش حاجه بالشهاده، مفيش اي حاجه واساسا مجال شغلك بره دراستك تمام. لا هو هيخش هيكمل مدرسه. ليه؟ هو اتبرمج على كده، مبقاش فيه تفكير اصلا، هي 1 2. ممكن وهو ساعتها يعني بيخلق لها ظروف ولا دي حياتي انا، هي مشيت كده خلاص تمام. هو النموذج ده، هو البرمجيات اللي حصلت في دماغه دي وهو صغير، هو ده اللي خلته زي ما هو. هيدخل ابنه وهيدخله نفس المسيره، وهيجي اللي بعده هيدخله نفس المسيره. هل ده معناه ان انا مش هدخل ابني مدرسه؟ انا هدخله مدرسه، بس اعرفه ان المدرسه دي ما هي الا مرحله، وهشرح له ازاي يديفلوب السكيلز التانية بحيث ان هو يوصل اللي هو عايزه. طيب يشغل ده، مش بس يروح المدرسة ويخلص امتحانات وبتاع. بنغير بقى اللقطة الجميلة دي ازاي؟ اللي هو ازاي نكسر النموذج ده ونعيد البرمجيات بتاعته. تسألنيش ايه دي؟ انا ما عملتش حاجة مهم. نعيد ازاي برمجيات النموذج ده بالتكرار. هو التكرار بس. التكرار بيعلم الشطار او الحمار، خدها زي ما انت تاخدها، بس التكرار. هو ازاي اتخلق عنده النموذج ده؟ النموذج ده جه لو تفتكر وهو صغير كل يوم حرفيا، هو من 0 ل 5 سنين ولا وات ايفر لحد سنه كام، كل يوم في الثاني في الثالث في الرابع في اسبوع، في الاسبوع الثاني في الثالث في السنه في شهر في شهر في شهر في شهر في سنه كمان، كل يوم بيتعاد نفس التكرار. فاتخلق عنده النموذج ده السبب اللي بيخليك مش عارف توصل للي انت عايزه. يعني انت بتخش الفكره في دماغك، في عقلك الواعي انت عندك الفكره، عندك فكره انت عايز توصل لحاجه تمام. النموذج ده بيقول لك لا مش ده يا باشا اللي احنا متبرمجين عليه، تعمل ملايين ايه انت عبيط، انت هتروح تشتغل وتقبض 2 3 ولا 4 5000 في الشهر. حلوه فكره المليون دي جميله طبعا، بس مش بتاعتك، هو وات ايفر. الكلام ده مش كلامك، مش كلامك يا ابني، انت متبرمج عليه. تغيره ازاي؟ بنفس الطريقه. نصيحه في فكره ازاي تغيره دي برضو الراجل اتكلم عنها. انت مش هتقول انا هبقى مليونير. ليه؟ لان انت لما بتسمح لمخك اللي هو انا انت بتحط حاجز بينك وبين الحاجه دي تمام. تنساش انت عشان انت جسمك بيرياكت على افكارك تمام. يعني انا لما اقول لك والله انا تعبان وزعلان ومتضايق، شايف انا بعمل ايه؟ انا جاي لك دافع عامله كده وببص في الارض تمام. لكن لو هلف في البروته دي تاني واقول لك انا واثق من نفسي و بتلاقي نفسك يعني على حسب ما انت بتقول ايه جسمك بيرياكت عليه. فاهمني؟ حسب بتقول ايه جسمك بيرياكت عليه. يجي منه. المهم فانت مثلا عايز مثلا عايز يبقى معاك مليون دولار
تمام؟ انت مش تقول انا عايز يبقى معايا مليون دولار، تقول لا انا الحمد لله انا مبسوط جدا ان انا معايا مليون دولار. مخك هتلاقيه بيقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ إيه مليون ايه يا عم؟ انت مليون ايه يا عم؟ الله، ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده اللي مخك بيقوله لك، وده اللي الراجل بيقوله لك. هو ده اللي الراجل بيقوله. لازم تقعد تعيد في الفكرة دي 1000 مرة في اليوم. تقعد تقول انا الحمد لله انا مبسوط جدا ان انا معايا مليون يورو في البنك، انا الحمد لله مبسوط جدا ان انا معايا مليون يورو في البنك، انا مبسوط جدا ان انا معايا مليون يورو في البنك. لو انت قعدت تكرر دي لحد ما يعني بص، التكرار يعني الطفل هو ما تعدلوش كام مره انت هتتكلم معاه عربي، ما تعدلوش كام مره انت هتقول له ان انت لازم تنجح في المدرسه ولازم تطلع الاول على المدرسه، غير كده هتبقى غبي. تمام؟ لان غريبه قوي يعني، مستحيل يا جماعه، مستحيل اللي واحد ما ينجحش في المدرسه ما ينجحش في ليه؟ ده الحل اللي هو قال عليه. تمام؟ ليه هنسمع الحل ده؟ لان هو كان برضو يعني هو راجل حرفيا اسس حياته في ان هو يدرس المخ ده ازاي شغال، والموضوع كله ميك سنس. تمام؟ بس ايه اللي بيخليه في لحظه ما كده بتقول لا فاكس؟ مين اللي بيقول لك فاكس ده؟ اهو لا، ده اللي بيقول لك، مش انت اللي تقول نفسك فاكس. ليه؟ لان انت اللي كان عندك الفكره انك تعمل الهدف بتاعك. الهدف بتاعك انت يعني انت فكرتك انت اللي انت كنت عايز توصل الهدف ده، ومش انت اللي قلت لا. ده البرمجيه بتاعتك هي اللي قالت لك لا، فبالتالي خلي جسمك يعني رياكت يعني ايوه تمام. ايه رايك في الشغل ده؟ باين عليا خطير؟ انا عملت لك كده باك جراوند كده. لا مش خطير. المهم بتخلي جسمك يتفاعل، فما بتحققش اي حماس. كل سنه كل 1 يناير بتكتب لستة بالحاجات اللي انت نفسك فيها وعايز تحققها، وبتيجي تاني نفس السنه بتكتب نفس الليسته. ليه؟ انت ما عملتش اي حاجه، ما حققتش اي حاجه. ليه؟ النموذج ده حله ايه؟ تكرار. وات ايفر بقى انت عايز تحقق ايه، يعني مثلا عايز تبقى يوتيوبر ناجح. والله انا مبسوط والحمد لله ان انا بيوتيوبر ناجح. مش بقى شوف، حتى انا لسه بعود نفسي عليه. انا مبسوط جدا ان انا يوتيوبر ناجح، انا الحمد لله مبسوط جدا ان انا بقيت يوتيوبر ناجح. تقعد تعيد وتزيد فيها يعني unlimited بلا حدود، لحد ما البرمجيه دي هتبدا تتفتح كده. ايه انت تعيد فيها كتير قوي، في تكرار غبي انت شغال تقوله ومش سايبه للمستقبل. انت بتكرره. انت دلوقتي ايه؟ انت بتقول لعقلك ان انا مبسوط ان انا يوتيوبر ناجح، فعقلك بيكدبك. بل بالاخص نموذج البرمجيات اللي عندك، البرمجه الموجوده عندك في عقلك الباطن بتكدبك، تقول لك يوتيوبر ناجح ايه يا باشا؟ انت لسه بادئ. تمام؟ بس انت قاعد تعيد فيها كتير جدا، كل يوم بتعيد فيها. كاتب هدفك على ورقه وحاطه في محفظتك او معلقه في حته، وبتشوف هدفك كل يوم، وكل يوم بتقول لنفسك وبتكرر لنفسك الهدف اللي انت عايز توصل له. في لحظه ما هيبدا جسمك يرياكت
على البرمجيه الجديده دي هيبدا جسمك يدور على حلول. طيب دلوقتي انا مش يوتيوبر ناجح، او انا معيش مليون يورو، في ايه ممكن اعمله عشان اوصل للحاجه اللي اللي انا بقول نفسي عليها دي؟ انا ممكن اعمل ايه؟ هتلاقي بقى جسمك بدا يشتغل، يعني بدا يرياكت، يعني الموضوع كله في انت تفتكر ان انا عايز اعمل الفيديو ده؟ انت عارف ان قناه اليوتيوب ده عندي بقالها قد ايه؟ انت ما تعرفش ولا انا الصراحه، بس انا عندي حبه يعني. المهم ف حطيت في دماغي فكره، الفكره جت يعني. انا فكره الفيديو ده بقالها عندي في دماغي فتره، يعني انا مش فاكر الورقه دي كتبتها امتى، اللي هو والله كاتب الانجليش make a video about Bob Proctor in Arabic. سببه ايه؟ سببه ان انا بعت مره فيديو لواحد صاحبي وقال لي الانجليزي بتاعه صعب وبيتكلم بسرعه، فقلت انا ممكن اساعد الناس بالحاجه دي، انا عايز اساعد الناس بالحاجه دي، انا مبسوط جدا ان انا بساعد الناس بالحاجه دي، انا يوتيوبر ناجح، انا يوتيوبر ناجح. مره واحده لقيتني علقت البتاع تك 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 وقاعد، يعني انا حتى انا ما بحب، يعني انا بكلم كاميرا، انت متخيل الموضوع وصلني فين؟ مره فاكت انا بكلم موبايل، يعني انا عايز امسك موبايل، يعني كل شويه بقعد ادور على الموبايل بلاقيني بصور بيه، فاهمني؟ تكرار. ملخص النموذج ده هو ده اللي موقفك في مكانك اللي انت فيه دلوقتي. البرمجيه دي لازم تتغير. هتغيرها ازاي؟ بالتكرار. والتكرار البريزنت الحالي. انت هتقول دلوقتي انا مبسوط ان انا معايا مليون يورو دلوقتي، انا مبسوط وبشكر ربنا ان انا معايا مليون يورو دلوقتي. بلس كل يوم ايه؟ على قد ما تقدر. فكر نفسك لو انت بتنسى. يا اخي الهات بتاع دي واقعد اكتب لحد اما تخلصها كلها ولزقها يا اختي، ولزقها في البيت كله، في الحمام، في المرايه، في الدولاب، قدامك على الكمبيوتر، عند السرير، في السقف، وكرر. هو التكرار الحاجه الوحيده اللي هيخليك توصل. تكرار ثم التكرار ثم التكرار. الموضوع هيبدأ معاك، هتلاقي عقلك انت مش مصدق نفسك. ده هل انا بقول لك خليك مش واقعي؟ لا يا باشا، لا، بس انا مش بقول لك مش تخليك واقعي. اصل بص، احنا لو هنفكر فيها، احنا احسن خلق الله، تمام؟ ربنا ميزنا ايه؟ بالعقل مش بالحواس. ال5 حواس اللي عندنا دول عند الحيوانات، تمام؟ وكمان الحيوان ما عنده مخ، بس العقل هو ده اللي هو ده اللي مميزنا. مستحيل يبقى دي بس حياتنا. راجل طلع في فيديو تاني قال لك 95% من الناس بتreact to life. They're not living the life they want to live. احنا عايشين حياة، احنا بس بنتفاعل مع حياة. وانا فعلا كنت كده، يعني انا فرق بين دلوقتي انا اللي بعمل حاجات، تمام؟ لا يا باشا، انا كنت باجي اقعد، خلصت اصحى اروح الشركة بتاعت اللي قلت لكم عنها في الفيديو اللي فات، اخلص بتاع، واحد يكلمني الو تمام، اروح انا بس بتفاعل مع الاحداث اللي بتحصل لي في الدنيا. انا مش عايشها اللي عايز اعيشها، مش دي الحياه اللي انا عايز اعيشها.
وبدات اوصل للموضوع ده، بدات افكر في الموضوع ده، فبدات اطلع بالانرجي دي لبره، اطلع بالانرجي اللي انا عايز اعمل ده، ان انا عايز ابقى يوتيوبر ناجح، ان انا عايز اعمل فيديو، خدها على اي حاجه، ان انا عايز اعمل فيديو لبوب بروكتور بس بالعربي. وقعدت اتكلم عن الموضوع ده لنفسي، انا هعمل فيديو، انا مبسوط جدا عملت الفيديو، ومبسوط جدا ان انا ساعدت الناس، ومبسوط جدا ان انا فهمت الناس، ومبسوط جدا ان انا عشان شرحت الحاجات دي فهمت نفسي. هيمسح لك، هيبدا النموذج ده كده ايه، تلاشى 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 لحد لما ايه، دخل يبقى عقلك الواعي الافكار بتاعته تبقى هو ده الجديد بقى، ده الشغل الجديد يوم. مش هيجي بسهوله، هيجي بعد تكرار كتير قوي. انا بكرره لك ليه؟ لان هو كرره لي 1000 مره، فانا قلت لازم اكرره لك 1000 مره، مش بس ليك، لنفسي كمان. طيب يعني انا اتعلمت حاجات كتير الصراحه، يعني عايز اقول لكم كل حاجه، بس مش عايز اطول فيديوهات كتير الصراحه. يعني انا عايز اخلي فيديوهاتي ايه، تتشاف، يعني متبقاش طويله قوي. بس يعني انا ان شاء الله كل ما يعني هتعلم حاجه valuable، كل ما اتعلم حاجه قيمه هحاول اعلمها لكم ان شاء الله. تمام؟ ركزوا في الموضوع ده بجد، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديوهات بتاعته للناس اللي بتعرف انجلش. خش اتفرج عليه، هيفيدكم جامد قوي، يعني هيفيدكم جامد. والناس ما بتعرفش يعني الانجليش بتاعهم على قدهم، عادي شغل الفيديو، شغل جنب جوجل ترانسليت يا باشا وتعامل قشطه، مش اخر الدنيا يعني، فاهمني؟ والتكرار اهم حاجه، التكرار. اشوفكم على خير ان شاء الله، ونلتقي في فيديو قيم قريب ان شاء الله. سلام.